من مكانك في الطيارة شكلها صغيرة، بس كاوتش الطيارة ده وحش بجد. خد مثلا طيارة ايرباص A380، أكبر طيارة ركاب في العالم. كل فردة كاوتش فيها طولها حوالي 4 قدم وعرضها 18 بوصة، بس الحجم ده مجرد بداية. الفردة الواحدة بتشيل أكتر من 30 طن، ولما الطيارة بتهبط على الأرض بسرعة 150 ميل في الساعة، الكاوتش بيبدأ من 0 لحد 150 في ثانية واحدة. يعني الصدمة دي كأنك بتنزل عربية نقل من السماء، ومش مرة واحدة، ده عشرات المرات في اليوم. وعشان يستحمل كده الكاوتش مش بيتملي هوا، لا ده بيتملي نيتروجين. ليه بقى؟ عشان النيتروجين ما بيوسعش مع السخونية زي الهوا، وكمان مش بيولع تحت الضغط العالي. كل نظام العجل في الطيارة من الكاوتش، من الفرامل للتعليق، بيتجرب لآلاف الساعات على أقصى أنواع الضغط والعنف، ومتصممين إن هم يمتصوا كل الضربات وأنت قاعد مرتاح ومش حاسس بأي حاجة. فالهبوط اللي بيحصل بسلاسة رايح في شكر كبير للعجل العملاق اللي بيشتغل في صمت وبراعة. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد، وتذكر دائما إن الأفضل لم يأتي بعد. وشكرا.